واخيرا مسلسل برستيج خلص. الحمد لله يا رب. يا جماعه انا حاسس ان انا جالي تخلف، مش ببالغ والله، انا فعلا مش ملاحق على كميه الحاجات الغير منطقيه. ليه يا اسطى كده بجد؟ ليه؟ ده انا كنت مديك قلبي، ده انا كنت بحبك. طب ليه نجيب واحده مصريه نخليها تتكلم سوري وهي مش عارفه تتكلم سوري؟ يعني انا كنت فاكر ده هيفيدنا في الاحداث قدام، بس مش فارقه اذا كانت مصريه اذا كانت سوريه اذا كانت من موريتانيا حتى، مش فارقه. طب ليه بقى؟ ليه وهي اصلا مش عارفه تتكلم سوري؟ استمر 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 يا اصله هيضربني لو قابلني، فخلاص يا عم استمر. زياد زازا في اخر حلقتين قال مره صح ومره صح ومره صح. يعني ايه؟ بجد بجد المسلسل وحش قوي يا جماعه، وانا ما كنتش متوقع انه هيبقى بالوحشه دي. انا ما عنديش مشكله مع العبث، بس عبث وايه بقى؟ عبث وهتضحكني، عبث وهتبين لي حاجه، لكن ده مفيش. حتى المشاهد الدراميه البسيطه، الحاجات اللي بنرميها عشان نحصد ثمارها بعدين، باين انها اي كلام، يعني باين انها رديئه. نيجي بقى لنجم النجوم، القاتل. ايوه انا حرقت المسلسل ده، لازم يتحرق. يا جماعه الراجل ده قتل بني ادم عشان قال له بيتك معفن. يعني انت بقالك 20 سنه سايب التمثيل وواحد جه جرحك دلوقتي فقتلته؟ لا لا الموضوع صعب والله. هتعمل لي مسلسل جريمه كوميدي، انا هسامحك في الاحداث الغير منطقيه لو بتضحك، وبرضه ما ينفعش كلها يبقى غير منطقي، لان انا عايز حاجات منطقيه لان عندنا جريمه، لكن كله كده حاجات. معلش سؤال اخير بس، هي ليه الناس كلها جالها هلاوس ما عدا حضرتك؟ وبعدين كربون مونوكسيد ايه اللي بيجيب هلاوس؟ ده بيموت يا جدعان. يعني سبحان الله مطعم فيه قناع اكسجين. بس كفايه عشان انا تعبت يعني، فيا ريت تقول لي رايك في الكومنتس وتعمل لي فولو، عشان 99% اللي اتفرجوا مش عاملين فولو.